عالم الزلازل الهولندي يكشف عن مفاجأة بخصوص زلزال المغرب. صرح العالم الهولندي المختص في علم الزلازل فرانك بأنه تم تحديد منطقة احتمال وقوع زلزال بالمغرب قبل 9 أيام في 30 من أغسطس نتيجة لتغييرات جوية واضحة. وأضاف في تغريدة على موقع تويتر قبل قليل قائلا إنه قد أكد في توقعاته الأخيرة لحدوث زلزال في تلك المنطقة بنواحي مراكش، وأيضا في تغريدة قبل يومين وأشار إلى أهمية دراسة تأثير الكواكب والغلاف الجوي على هذه الظواهر الطبيعية مع التمنيات بعدم وقوع أي ضحايا. وقال المعهد الوطني للجيوفيزياء والمركز الوطني للبحث العلمي والتقني إن الزلزال الذي ضرب عددا من المدن المغربية ليلة الجمعة بلغ 7 درجات على سلم ريشتر. وأشار المصدر نفسه وفق إعلان لها أن بؤرة الزلزال كانت بجماعة إيغل إقليم الحوز. كشف المصدر أن الهزة الأرضية سجلت تمام 11:11 ثانية، وذلك بعمق 8 كيلومتر.